ارتكاب الجريمه هذه منعرج خطير، لانه نعتقد انا اليوم انه المرحوم يمثل شهيد من شهداء الثوره، لانه يساهم في الانتقال الديمقراطي في تركيز حزب في منطقه باش يساهم في توازن المشهد السياسي، في تحضير انتخابات مقبله، ضمان الحريه وانتخابات نزيهه في المرحله الجايه. في اعتقادي انه ينضم لشهداء الثوره واللي قاموا بعمل من اجل تحقيق اهداف الثوره. من جانب اخر زاد الاخطار اللي اليوم تهدد تونس والمسار الانتقالي، واضح اليوم انه اطراف ماهيش حابه المرحله الانتقاليه الثانيه تتم بنجاح، تساهم في تعطيلها بطرق مباشره وغير مباشره. لذلك انا ضم صوتي السي عصام لضروره التنسيق الاحزاب الديمقراطيه ومكونات المجتمع المدني والهيئات المهنيه للوقوف ضد الموجه من العنف اللي غايتها ترهيب المواطنين، لانه الانتخابات حره ونزيهه ما تنجمش تتم في ظروف نتاع ارهاب والناس تخويف الناس في المرحله هذه لمنعها من المشاركه السياسيه في المرحله القادمه، خساره كبيره على المسار الانتقالي. لذلك اعتقد انه يلزم ناخذ وقفه كبيره، وانا موافق تماما على المقترحات نتاع سي عصام، واقترح معناها فريق او لجنه لتفعيلها وفي اخر الوقت تفعيلها في ارض الواقع لكي لا تتكرر العمليات هذه، لانها اعتقد ان النقله النوعيه نتاع البارح تنجم تؤدي الى وضعيه خطيره في تونس لابد من تجنبها لمصلحه البلاد ومصلحه تونس.